أصدقائي الرياضيين، السلام عليكم. نتائج الدورة 25 من الدوري الاحترافي المغربي بطولة برو إنوي تشعل المنافسة في قمة الترتيب وفي أسفله. الجيش الملكي يتغلب على شباب السوالم ب2-1 ويتمسك بصدارة الدوري الاحترافي، والوداد ينتصر خارج القواعد في ملعب البشير على مضيفه الشباب ب3-1 في أول مباراة لربانه الجديد فان دي بروك بعد رحيل كارلوس غاريدو. الرجاء ينهزم في ميدانه 1-0 باستاد محمد الخامس بالبيضاء أمام متديل الترتيب أولمبيك خريبكا. ونهضة بركان يتقاسم نقاط المباراة بالملعب البلدي أمام المغرب الفاسي هدف لمثله. هذا بالنسبة لمباريات السبت 6 مايو. أما يوم الجمعة في قمة أسفل الترتيب تعادل المولودية الوجدية أمام اتحاد طنجة ب0 لمثله، واتحاد توارقة ينهزم أمام الفتح الرباطي في درب الرباط بهدف لا شيء. ويوم الخميس 4 مايو انتصر المغرب التطواني بملعب سني الرمل على أولمبيك أسفي ب2-1، وتعادل الدفاع الحسني الجديدي بملعب العبد ب2 لمثلهما. الرجوع إلى أهم مجريات اللقاءات الثمانية السالفة الذكر: المغرب التطواني أولمبيك أسفي 2-1، الدقيقة 15 زايد كاروش لتطوان، وعادل يوسف مشت لأسفي في الدقيقة 29. الدقيقة 70 حمزة غطاس يمنح هدف الفوز للمغرب التطواني. أولمبيك أسفي يعرف طرد اللاعب عبد الغفور العميرات في الدقيقة 89. مباراة الدفاع الحسني الجديدي حسنية أكادير 2 لمثلهما. الدقيقة 10 هدف عزيز كيدي للحسنية، ويعادل للدفاع عمر الهنودي في الدقيقة 47، ويسجل الهدف الثاني للجديدة عبد الله فرح في الدقيقة 70. يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 90+9 للحسنية حمزة أفصال من ضربة جزاء. المولودية الوجدية الاتحاد الرياضي لطنجة 0 لمثله. مباراة رغم ضغط وحساسية هذا اللقاء نظرا لاحتلال الفريقين مراتب متأخرة عرفت ندية كبيرة على أرضية الملعب، وحضور جماهيري كبير لجمهوري الفريقين، وروح رياضية عالية، وتحكيم في المستوى من طرف الحكم الدولي السيد رضوان جيد لقي استحسان الجميع. اتحاد توارقة الفتح الرباطي هدف لا شيء للفتح. هدف يوسف بالعمري في الدقيقة 80 منح الفوز للفتح ليستمر في الزحف وتضييق الخناق على الجيش والوداد. الرجاء ينهزم أمام أولمبيك خريبكا ب1-0. هدف محمد قسو في الدقيقة 48 للأولمبيك. نهضة بركان يتعادل مع الماس 1 لمثله. الدقيقة 13 أنس الضاوي يسجل هدف السبق للماس. الدقيقة 50 هدف التعادل للنهضة عن طريق الشرقي البحري. المحمدية الوداد 3-1 لصالح الوداد. الدقيقة 19 بولي سامبو للوداد ويضيف الهدف الثاني سيف الدين بوهرة في الدقيقة 43. رضا الجعدي يسجل ضد مرماه في الدقيقة 60 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الوداد، وعبد الرزاق الناقوس يسجل ضد مرماه لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الوداد في الدقيقة 90+8. الجيش الملكي شباب السوالم 2-1. الدقيقة 25 محمد ربيع حريمات يسجل الهدف الأول لصالح الجيش الملكي، ويعادل لحسن دحدوح لشباب السوالم في الدقيقة 36، ويحرز هدف الفوز للجيش الملكي اللاعب ديني في الدقيقة 45+3. للإشارة طرد اللاعب محسن الربيبي من صفوف شباب السوالم في الدقيقة 87. الترتيب العام بعد إجراء مباريات الدورة 25: الصف الأول الجيش الملكي 54 نقطة، الصف الثاني الوداد البيضاوي 53 نقطة، الصف الثالث الفتح الرباطي 47 نقطة، الصف الرابع أولمبيك أسفي 40 نقطة، الصف الخامس الرجاء البيضاوي 35 نقطة، الصف السادس نهضة بركان 34 نقطة، الصف السابع شباب السوالم
33 نقطة. الصف الثامن المغرب الرياضي الفاسي 33 نقطة. الصف التاسع اتحاد توارقة 31 نقطة. الصف العاشر حسنية أكادير 30 نقطة. الصف 11 المغرب التطواني 29 نقطة. الصف 12 شباب محمدية 25 نقطة. الصف 13 المولودية الوجدية 25 نقطة. الصف 14 الدفاع الحسني الجديدي 23 نقطة. الصف 15 الاتحاد الرياضي لطنجة 21 نقطة. الصف 16 أولمبيك خريبكا 21 نقطة. شكرا على تتبعكم، وفي انتظار برنامج الدورة 26 وموافاتكم به. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.